السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم فل حبايبي وحبايب خاله ومتابعين قناة خاله الكرة مع خاله. يا رب يوم طيب، يا رب يوم سعيد عليكم. فضيحة بكل المقاييس. أنا من امبارح بالليل بجد ضغط عالي، تعبان نفسيا، مش قادر أتكلم. كل اللي أنا قلته لكم في الفيديو الأولاني أول ما بدأنا القناة، وكل الكلام اللي أنا قلته مع الزملاء أصدقائي قبل ما أعمل الفيديو، قبل ما أعمل القناة، مش هو ده النادي الأهلي. ومش من امبارح ولا من ماتش زد ولا من ماتش البنك الاهلي، لا لا لا، ده من بدايه الموسم. من بدايه الموسم النادي الاهلي مفيش روح، مفيش روح الفانيلا الحمراء. ويمكن انا اتكلمت مره واثنين وثلاثه، محدش بيلعب برجوله. اللي شفناه امبارح ده مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بينزل من اول دقيقه ضغط عالي. النادي الاهلي لو احرز فيه هدف بيعوض بالثاني والثالث والرابع. امبارح مفيش لا مبالاه من مدير فني للاعيبه لمجلس اداره. هو يا جماعه في ايه؟ هو احنا إيه؟ لحد امتى هيتحرق دمنا؟ لحد امتى هنعاني؟ لحد امتى؟ من ساعه ما مشينا كولر وجبنا ريبيرو ومفيش فايده، مفيش جديد. ما هو ريبيرو من يسترب لا قلبي يتحزن، يا قلبي يتحزن والله. كنا سيبنا عماد النحاس يكمل، ما كان ماشي الكابتن عماد النحاس كويس جدا، وكنا ادينا له الفرصه وكنا دعمناه وكنا، ولا هو عقده الخواجه؟ لازم خواجه؟ هو في يا جماعه حد يطلع يناقشنا وحد يقدر يطلع يفهمنا؟ نادي الزمالك معلش هذكره لانه مثل قيد موقوف، مفيش فلوس. هتقول لي بقى اصل ممدوح عباس بيديهم مكافآت، اصل ما يديهم مكافآت، بيديهم مكافآت عشان يحفزهم، ما ياخدوا مكافآت. ايه المشكله؟ ما هو ماشيين كويس. احنا فين من كل دوت؟ احنا معانا شويه معلمين قسطه، لازم انا ابقى الصنايعي ولازم انا اللي اقول ولازم انا اللي اعمل. امبارح ولا حد بيرجع يغطي ولا حد بيجري ولا حد بيعمل سبرنتات ولا حد حتى قادر يرفع رجله من على الملعب. ومدير فني واقف زي ما يكون ايه، الحقوني اعمل ايه، واقف محتار، ولا عارف يتكلم ولا عارف يوجه، وتغييرات كلها زي الزفت. خلاص انت مستني ايه؟ الدوري راح، الدوري راح بالمنظر ده، مفيش دوري. وانا قلت الكلام ده من بدري. النادي الاهلي ماشي في نمط مش كويس، من أسوأ لأسوأ، مفيش تحسن. ماتش البنك اللي احنا كنا خسرانين وتعادلنا بالعافيه، جينا بعدين ماتش زد مفيش كوره. ماتش المقاولين لولا انت الجون اللي اتحسب اوفسايد بتاع المقاولين ده، انت كان زمانك دلوقتي متعادل اما مغلوب. انت كل كوره عليك خطر، كل كوره بتروح على النادي الاهلي خطر، وخطر كبير. مفيش حتى تقول مثلا ده لا خطر. وشفنا امبارح، واظن امبارح طلائع الجيش لعب ماتش عمره. كابتن جمعه مشهور، راجل درس النادي الاهلي كويس جدا، شاف نقطه الضعف في النادي الاهلي لعب عليها. امبارح الجون الاول داخل في الدقيقه 4، واللي احنا قلناه التمركزات الدفاعيه الخاطئه. ده مروان عطيه حاضن محمد عاطف. طب انت حاضنه بتعمل ايه؟ ورجله دي ايه؟ انت حاضنه وبعدين وبترفع ايدك على ايه؟ اوفسايد؟ اوفسايد فين؟ الراجل نكشها برجله كده جون. قلنا ماشي، جون في الدقيقه 4 الاهلي هيقدر يعوض، والاهلي نازل ضاغط والماتش هيبقى كويس وسجال. ولا شفنا حاجه. لعل وعسى ده اللي جاب الجون المدافعين، مش حتى الفراوده. اللي جاب الجون ما اعرفش بقى اتحسب لهادي رياض ولا اتحسب لياسر ابراهيم، الله اعلم اتحسب لمين، بس اللي جاب الجون الاثنين مدافعين. فين الفعاليه الهجوميه من النادي الاهلي؟ فين مروان عثمان؟ فين مروان عثمان؟ وبعدين قلنا كذا مره بن شرقي ما بيلعبش يمين، بن شرقي بيلعب شمال. انت مصمم تحطه لنا، ما هو لازم يعني انت مش انت عايز يعني تقول ايه مثلا؟ هو مش هيلعب شمال عشان تريزيجيه، خلاص احطه في اليمين او عشان يبقى موجود في الملعب. وهي اي حاجه وخلاص، اي عكه في الملعب وخلاص. يا عم ماشي، لو مش هيلعب شمال ريحه ينزل بديل، ولاعب حسين الشحات يمين. وقلنا كذا مره حسين الشحات بيبقى ليه فاعليه، وكل مره بينزل بديل او بينزل في تغيير بيبقى ليه فاعليه على المرمى. لا خلاص، حسين الشحات لازم ينزل في الدقيقه 80. محمد شريف طالبت قبل كده وقلت كذا مره وقعدت اتكلم، خلاص مروان عثمان اصلا مش مهاجم يا جماعه. مروان عثمان راجل بيلعب طرف، لا يمين يا شمال، بيستغل سرعاته، بيستغل الضغط العالي بتاعه. هو مش فرود، برضه مصمم يلعبه فرود. وطلع في المؤتمر الصحفي امبارح قال لك اصل انا جربت مروان عثمان ما بيجيبش جوان، فقلت انزل محمد شريف يمكن تكون الدنيا ماشيه معاه. هو ايه يا عم؟ هو اي تجربه وخلاص. هي التجربه الدنماركيه؟ يعني انت جاي من الدنمارك هتقول لي بقى التجربه الدنماركيه؟ انا مش فاهم لك حاجه والله العظيم، ولا فاهم للنادي الاهلي حاجه. هو انتوا سايبينه عشان كل ده عشان ما ندفعش الشرط الجزائي وماشيين؟ يا عم اخلص دلوقتي وهات لي عماد النحاس، لقيت هات حسام البدري. هات عماد النحاس يا اما هات حسام البدري عشان نظبط الدنيا. انت رايح للترجي يوم السبت، ان شاء الله ترجع لنا بكارثه بقى من هناك. نروح بقى نشوف بقى الترجي هنعمل معاه هناك بالاداء اللي احنا شايفينه ده.
امبارح ميس باص كتير، ديانج مش في حالته، مروان عطيه مش في حالته، مش مركز، محمود تريزيجيه. يا عم محمود يا تريزيجيه الله يكرمك يا كابتن محمود، انت كويس و100 100 وبتجيب اجوان و10 على 10، مش لازم انت اللي تجيب الجون كل ماتش، انت كذا كوره امبارح تاخدها انت اللي عايز تجيب الجون، ما تباصي شمالك بيبقى فاضي ويمينك بيبقى فاضي. يا عم انت لو كنت في كوره، انت لو كنت اديتها لامام عاشور كان جابها جون، لازم انا اللي ابصم على كل كوره؟ لا لا يا جماعه، لا يا جماعه، لا يا جماعه، بعد اذنكم بعد اذنكم شوفوا لكم حل، ان احنا مش هنقدر نستحمل كل الكلام ده. مش النادي الاهلي احنا اللي هنقعد كل شويه نتضغط وكل شويه نتقرف. يعني امبارح الواحد خلاص كان هيتجنن، كان ناقص ان انا الواحد يخش جوه التلفزيون ينزل يلعب. لا مبالاه بطريقه غريبه جدا، وتغييرات كلها زي الزفت، تغييرات كلها غلط. احمد سيد زيزو حضرتك ركنته عشان اعترض على التغيير الماتش اللي فات، وده اللي انا قلته في الفيديو اللي قبل الماتش، قلت انا شايف ان احمد زيزو قاعد بره ليه؟ طب احمد زيزو قاعد بره هل متعاقب؟ انت ايه يا عم؟ ايه اللي انا شايفه في النادي الاهلي صح؟ مفيش حاجه صح، مفيش حاجه صح الا الجمهور امبارح من كتر الضغط النفسي، الجمهور امبارح قعد يوجه رسائل من الملعب في اخر 5 دقائق، الجمهور خلاص جبنا اخرنا، شايفين عمالين دعم 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 دعم، مش شايفين حاجه. يا كابتن محمود الخطيب استاذن حضرتك شوف حل في المدير الفني، وشوف حل مع اللعيبه، لازم تشوف لنا حل في الاداء اللي احنا شايفينه ده، ومش ده النادي الاهلي. طلع يا عم الناشئين، ده طلع يسترب في المؤتمر الصحفي يقول لك اصل انا شفت من الناشئين ما شفتش الا فرود وحمزه عبد الكريم، ومش حمزه عبد الكريم يا راجل راح برشلونه خلاص يا عم الحاج. شوف بقى انت بقى، يعني محمد رافض ده مش عاجبك؟ محمد رافض اللي كنت بتنزله في كاس الرابطه وكان بيتحرك احسن من الناس عندك دلوقتي بتلعب في الفريق الاول. عمر سيد معوض، اجيب لك اسامي في الناشئين؟ لا اما الغي قطاع الناشئين يا عم، خلاص الغي قطاع الناشئين، خلاص النادي الاهلي يلغي قطاع الناشئين كله ويلعب بقى بالناس الكبيره، يروح يشتري من الانديه. ما انت ما بتبصش لقطاع الناشئين خالص، ولا عايز تطلع ولا تصعد قطاع. ده ابراهيم الاسيوطي باك يمين يا راجل كما انزل، ابراهيم الاسيوطي باك يمين كما انزل، فين هو ابراهيم الاسيوطي؟ رحت جبت احمد عيد من مصر عامل بيه ايه يا جماعه؟ ده احنا كنا عشمانين ان البنك الاهلي يتعادل مع بيراميدز او يحصل نتيجه سلبيه، وابدا انا افكر هعمل ايه مع طلائع الجيش، وقلنا ان شاء الله هيبقى ماتش والاهلي هياخد ال3 نقط، فاهم؟ ما شفتش الكلام ده كله. خلاص يا جماعه، انتوا بتفكروا في دوري وبتفكروا في فكره، لا احنا بنفكر دلوقتي ازاي نرجع الفريق لحالته. وبصراحه ده مش عدل ربنا، ان احنا ناخد دوري بالطريقه دي، بالطريقه اللي انا شفتها امبارح ومن قبليها ماتش زد وماتش البنك الاهلي، ماتش المقاولين العرب. لا مش نافع. والجيش الملكي، ده احنا في الجيش الملكي عملنا ماتش جامد جدا ومش عارفين نجيب جول ولا بنضغط. بنضغط وحماسه وخناقات وضرب، مفيش. فين الجول؟ مين اللي هيجيب جول؟ الجمهور ينزل يجيب جول؟ على العموم عشان الواحد والله العظيم انا طلعت عملت الفيديو عشان خاطر انا وعدتكم ان انا اعمل فيديو، انا مش قادر اتكلم اصلا، تعبت من امبارح كتير. احنا عايزين نشوف لحد دلوقتي احنا بنستمتع بدوري كويس ان في منافسه، والمنافسه لسه، بس انا بقول باللي انا شايفه ويعني ورايي اللي لا قيمه له، ما حدش يعتبر برايي. النادي الاهلي بعد كتير قوي عن المنافسه دلوقتي. الزمالك 43 نقطه، بيراميدز 43 نقطه، الزمالك هيلعب بكره مع انبي، لو فاز بالماتش هيبقى 46 نقطه. طبعا عمره ما هيضيع النقاط، لان خلاص واحد جاي له فرصه من دهب، بجمع نقاطي عشان اركب اكبر عدد ممكن من 6 منتشر، مش هيبقى فيهم هزار. النادي الاهلي يا ريت تعيدوا حساباتكم وتعيدوا الورق وتشوفوا لو كمل يسترب يبقى انسى النادي الاهلي ممكن بقى ياخد المركز السابع الثامن الخامس. يسترب مشي، نلحق الامور، نعدل الدنيا، نجيب مدير فني مصري محترم، عندك عماد النحاس، عندك حسام البدري، نقدر نلم الدنيا كلها ونقدر نمشي الاهلي في الطريق الصحيح. بس بعد ما اللعيبه ترجع لنفسها وتقعد مع بعض كده وتشوف هي مقصره من ناحيه الجمهور ومن ناحيه ادائها في الملعب، لان بجد والله العظيم اللعيبه ما بتلعبش ب3 جنيه. اشكركم واستاذنكم نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونهاركم ابيض.